بعد ما نحط لايك للفيديو ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا نشوف عملنا اللحمة المستوية جدا. زي ما انتوا شايفين معايا كده، شايفين مستوية جدا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. مهما تكون كبيرة هتستوي معاكي في اقل من دقايق. بس تابعي معايا الفيديو وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعالوا نشوفوا الطريقة. هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة ولحمة كده، يعني نوريها لكم بالطيب بسرعة ازاي، وكمان ايه البهارات اللي هنحطها. بس حط لايك للفيديو بقى، ويلا بينا ندخل نشوف الفيديو. وهنعمل كمان كفتة جميلة جدا مع بعض. يا ريت تتابعوا الفيديو للآخر وتشوفوا الطريقة، وإن شاء الله تعجبكم جدا. هنجيب اللحمة كده بعد ما نقطعها زي ما انتوا شايفين قطع كبيرة كده، بس نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اهي زي ما انتوا شايفين هنقلبها حلو كده في الصينية لحد ما تبقى معانا تحمر كده زي ما انتوا شايفين، حبة هان بقى ومستكة. بركن كده اللحمة على جنب، وبعد كده بسيح المستكة والحبهان علشان ريحتهم تطلع كده على اللحمة وتبقى حلوة قوي. جربي بس الطريقة دي وان شاء الله تدعيلي عليها. شايفين اللحمة احمرت ازاي؟ اهي بقت معانا بالشكل الجميل ده. بس ما تنسيش بقى الحبهان والمستكة، بجد بجد بتخلي ريحة اللحمة حلوة جدا. ما حدش ينسى البهارات يا جماعة، لان اساس اللحمة اصلا البهارات. وفي بهارات مثلا عندنا في بهارات زي الجنزبيل كده والروزماري والحاجات دي بتطيب اللحمة جدا. جنزبيل بقى، قرفة، الحاجات دي بتساعد على ان اللحمة تستوي بسرعة. ودي الحاجة اللي كانت مهمة جدا لازم اقول لكم عليها، علشان خاطر اللي بيعمل لحمة كبيرة وخايف منها انها ما تستويش بسرعة. حط بهارات كتير، حط جنزبيل، حط قرفة، حط اي حاجة عندك كده، حط روزماري، حط حاجات من دي هتساعد معاكي في السوا جدا. وجربي بس ما تحطيش بقى ملح للاخر خالص. بعد ما تخلصي بقى تشويح وتحطي الفلفل وتحطي البهارات وكل حاجة، هنخلي بقى تحبيشة اللحمة دي للاخر علشان خاطر نساعد كده انها تستوي بسرعة معانا ان شاء الله. بعد ما قلبت كده البطاطس والبصل المتقطع زي ما انتوا شايفين، ممكن تقطعيه طبعا اي تقطيعة. بس انا قطعته كده. ممكن تتقطعيه بقى او تبشريه عادي جدا، المهم ريحة البصل تبقى في كل اللحمة بتاعتنا. انا جبت بطاطساية كده وقطعتها برضو قطع كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده نزلت بيها على اللحمة. معانا البهارات بتاعتنا زي ما قلت لكم، فلفل، جنزبيل، قرفة. وهنزل بيهم بقى على اللحمة بتاعتنا ان شاء الله. اهي شايفين كل البهارات انا مكترة ازاي، علشان البهارات دي اللي بتساعد ان اللحمة تستوي معاكي زي ما انت شايفة كده. وحتى لو بتعملي لحمة شيش طاووق زي ما انت شايفة كده، ممكن برضو تبهريها بالحاجات دي، وحتى لو هتعمليها على شواية هتبقى معاكي حلوة جدا ان شاء الله. انا هضيف كل البهارات دي، فلفل، وهضيف زي ما انتوا شايفين كده جنزبيل، وهضيف قرفة. كل ده بيساعدني على ان اللحمة بتاعتي تستوي بسرعة جدا. وهقلب برضو تقليبة كويسة. بعد ما قلبت بقى كل اللحمة بتاعتي، انا مقطعة كده طماطم عاملاها زي السلطة كده. كمان ضفت كده شوية ملح اهم صغيرين زي ما انتوا شايفين. وكمان ضفت شوية كزبرة كده على كمون، على حاجات يعني. انا بعملها كده تحبيش عندي، بحط منها برضو للاكل بتبقى حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين كده شوية خضار حلوين. طماطم بقى تحطي. حاجات بقى عندك كده، الحاجات دي كلها بتساعد على السوا. دي حتة صلصة كده انا كنت شايلاها في التلاجة مع الطماطم. جبتها كده وحطيتها مع الطماطم علشان خاطر تدي لون حلو للحمة. وكمان الطماطم لازم تقطعيها صغير جدا، لو عرفت تبشريها كمان بيكون اجمل. بس انا قطعتها كده زي السلطة برضو حلوة، لانها كده كده ما بتبانش في اللحمة، بتدوب فيها جدا. بس كده واللحمة بتاعتنا هتستوي ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. ندخل بقى على الكفتة. الكفتة بتاعتنا طبعا زي ما احنا متفقين مع بعض، او زي كل فيديوهاتنا ما احنا شايفينها. لازم بقى البهارات اللي انتوا شايفينها دي، جنزبيل، قرفة، فلفل. الحاجات دي كلها بتخلي ريحة اللحمة حلوة، وكمان زي ما قلت لكم بتساعد على سوى اللحمة. انا جبت بقى الكمية اللي هعملها كفتة كده.
وكمان اللي هيتبقى من الاكل ده ممكن تسيبيه يعني، بس المهم انك تخلصي الاكل كله، او تعملي اللحمه بقى بتاعه العيد كلها زي ما انا عملت كده، وتشيلي بقى عندك في التلاجة. تطلعي بقى الكفته كده تسخني، تبقى عندك اللحمه مثلا اللي في الصينيه الطيبه الحلوه دي، ممكن تسخنيها برضو كده، يبقى عندك الحاجه جاهزه. وتكون كمان انت بهاراتك واحده وكل حاجه مجهزاها، فبتقومي عامله كل حاجه، وتشيليها بقى عندك في التلاجة، وتحطي بقى للولاد ياكلوا ويفرحوا بالعيد، وما يبقاش وراكي شغل كتير. ده الروتين بقى في اللحمة وفي العيد والحاجات دي. خلصي شغلك كله وجهزي حاجتك، وتشيليها بقى عندك في التلاجة، تطلعي بقى تسخني كده بس ان شاء الله. بعد ما بهرت اللحمة وحطيت عليها الكزبرة وحطيت عليها الحاجات دي كلها، انا هجهزها كده بعد ما حطيت عليها كل البهارات دي. انا كمان عندي الخلطة الحلوة دي بتاعت الكفتة، بقسماط حلوة جدا، وعندي كمان خلطة كفتة بحط منها معلقة، وبحط كمان معلقتين 3 بقسماط، بحيث الكفتة بتاعتي عملتها بقى كده زي ما انتوا شايفين على الشاشة مدورة، بتبقى حلوة. عملتها صوابع بتبقى حلوة وما بتفكش ابدا. جربي بقى تحطي البقسماط كده الحلوة دي على، بس هاتي نوع كويس، وحطيه على اللحمة وصبعيها بقى، هتبقى معاكي بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله اهي يا جماعة في الفرن، شايفين الجمال والحلاوة اهي. عملتيها بقى كده، عملتيها دواير زي انا ما عملت قبل كده، بتبقى حلوة جدا. هنكون بقى محضرين شوية كزبرة كده حلوين، هننزل بقى بالكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنحط كل الكفتة كده في الطبق، وباقي الكفتة انا هشيلها عندي في الفريزر او عندي في التلاجة لحد ما اخد منها كده اول باول، اطلع للولاد ياكلوا وهم فرحانين بقى بالعيد وكده، ما بقاش مشغولة. وكمان اجهز الاكل. شايفين اللحمة عاملة ازاي، وكمان المكرونة اهي. واللحمة بتاعتنا يا جماعة طيبة جدا، ما اقولكوش طيبة قد ايه، بجد والله العظيم دايبة دوب اهي. بسم الله ما شاء الله، جزر بقى والبطاطس وكل الحاجات الحلوة دي باينة كده في اللحمة بتاعتنا. وادي كمان المكرونة. يعني خلصنا الاكل كده ممكن يكفينا يومين 3، فاحنا عملنا كل حاجة مرة واحدة، علشان خاطر بقى ايه نفرح كده بالعيد ونقعد وننبسط مع الولاد. وبعد كده تطلعي تجهزي. وكمان عملنا الكفتة وعملنا معاها السلطة وسلطة الطحينة، والكفتة بتاعتنا طلعت جميلة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان حلوة جدا ومفكتش مننا، وطالعة جامدة وجميلة جدا اهي. عايزاكم تشوفوا بقى شكلها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. شيبسي بقى وسلطة، وكمان خس وحاجات من دي، وادي الطحينة بتاعتنا وادي الكفتة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، والروتين بتاع العيد. واتمنى طبعا ان الاكل والحاجات اللي انا جهزتها النهارده تكون خفيفه على قلوبكم، ويكون روتين خفيف كده وحلو ان شاء الله، ويعجبكم. واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسونيش من اللايك الجميل، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام كتير. والسلام عليكم ورحمه الله.